زي ما احنا بناخد حضرتك تعرف نفسك يا اولا. عبد النعيم وزارة التربية الرياضية اسكندرية. دكتور حضرتك شايف مستوى البطولة لحد النهارده والله مستوى اللاعبين ولا مستوى الإدارة ولا مستوى يعني بصراحة نبتدي بمستوى اللاعبين وبعد كده والله اللاعبين يعني هو برضه مسؤول من المدربين أولا ومن اللاعبين ثانيا. طبعا يعني شايف يعني الشباب يعني بسم الله ما شاء الله في مستوى منهم جيد، واتمنى ان يكون فيهم نواه المنتخب الوطني ان شاء الله رب العالمين. هو يرفع اسم اسكندريه عليها ان شاء الله ويقدر يجيب لنا ميداليه اولمبيه ان شاء الله تعالى. طيب حضرتك بتقول ان انت عندك ملاحظات على مستوى الاداره، طب ادينا فكره هل عندك والله احنا ان شاء الله رب العالمين يعني شباب تأكيد نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نعيد واحنا مع بعضنا، واحنا جايين بهدف ان احنا نرفع منطقه اسكندريه ونعمل الحاجه المناسبه. كده لو احنا مسيرتنا كلها وجودة الكورس احط عيني خبرتي العمليه والعلميه المنطقه بحيث اطلع ناس كويسه سواء مدربين او رجال. يعني ان شاء الله في الفترات الجايه نحاول ان شاء الله نعمل دورات تدريبيه للمدربين برضه لزياده الصراحه المدربين والحكام برضه يعني لحد ما واحد التصرفات اللي جت بحيث تبقى كلنا ملمين بالشيء الجاي. وكل ده احنا عاملينه والخطأ واحد نرفع مستوى نرفع مستوى الجمهورية مصر العربية ان شاء الله. هو ده خليني كنت عايز اسال سؤال عن التعاون عامة ما بين كلية التربية وما بين الاتحاد. والله ساعتها هو ان شاء الله رب العالمين بما اني عضو في مجلس الإدارة فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعمل شغل كويس، خصوصا ان احنا عندنا حلقة جيدة جدا 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 على مستوى عالي يعتبر مفيش فيها حلقة اللي احنا ممكن نعمل ممكن نعملها عندنا في الكلية. وبالطبع برضه احنا عندنا ناس بسبب اللي احنا نجيب ونعمل قاعدة عريضة من النساء بحيث ندخل رد المنافسة الرياضية بحيث لعل وعد يطلع منها حاجة كويسة ان شاء الله، منها زيادة عدد الأندية يعني نزود قاعدة عريضة من اللاعبين. طب احنا سنة دكتور مصر واحد تستعد لبطولة البحر المتوسط، شايف الاستعدادات بتاعتنا هل كافية او شايفها ازاي؟ وايه الفرص اللي ممكن تبقى من مصر في البطولة دي؟ هل ممكن طبعا رئيس الاتحاد الدكتور عبد العزيز غنيم يعني ربنا يديله الصحة ويبارك فيه، يعني ان شاء الله طبعا هو عامل خطة جيدة جدا لهذا الموضوع. طبعا ده على مستوى المنتخب الوطني. طبعا بلا شك هو حاجة جدا كويس جدا واحتكاكات ومدرب على مستوى عالي برضه، وطبعا هو حافظ عينه وده طبعا ده مدرب عالمي يعني خد ميداليات اولمبيه قبل كده فعارف الخطه فين والطريق فين وفكره اللعب فين. دكتور شكرا جدا على اللقاء.